بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو من فيديوهات التوفير اللي دايما احنا بنعملها مع بعض على القناة بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان بأقل كمية من اللحوم هنقدر نعمل آه، كمية كبيرة من الوجبات الحلوة اللي الولاد بتحب تاكلها بره في المطاعم، وبتبقى أسعارها غالية وخيالية. نقدر نعملها في البيت بأقل الإمكانيات وبأقل مجهود وبأرخص الأسعار، وبنوفر على نفسنا كتير، وبنقدم لهم حاجة صحية ونظيفة وموفرة. بصوا بقى، أنا معايا ده ربع كيلو من صدور الفراخ. عندك صدر فرخة موجود في الفريزر، طلعيه واعمليه، هيجي اكتر من ربع كيلو. انا بقولك انا مش عايزه اكتر من ربع كيلو، يعني انا الفيديو اللي انا عاملاه ده بربع. عندك بواقي بانيه، مش عارفه تعملي فيها ايه، كميه صغيره ومش عارفه تعملي بيها ايه، هاتيها. عندك بواقي فراخ متقطعه مثلا وانتي شايلاها مثلا مجمعاها، تعالي اعملي بيها البرجر اللي احنا هنعمله النهارده. ده برجر الفراخ سهل جدا وسريع وبسيط، ومفيش اي مكونات، حاجات بسيطة جدا وكلها من البيت، وهتطلعي احلى وجبة لولادك. اول حاجة معايا دي كوباية من فول الصويا. تمام، انا حطيت عليها مية سخنة وهسيبها 10 دقايق، وبعد كده تضاعف الحجم بتاعها. عايزة تخليها كوباية ونص عادي براحتك. الكمية دي يعني هي كمية الفول الصويا هتزود ليكي البرجر، هتزود ليكي كمية يعني. تمام، يبقى ربع كيلو من صدور الفراخ، وكوباية أو كوباية ونص من الفول الصويا، ودول بصلتين وسط. ممكن يعني بصلاية كبيرة، لو انت البصل اللي عندك كبير يبقى بصلاية كبيرة، أو بصلتين متوسطين، وثلاث أو أربع فصوص من التوم. أنا دي عندي معلقة من التوم، أنا طبعا التوم ببقى مفرزاه فخدت معلقة من التوم. ومعايا البهارات بقى. البهارات عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة من كل حاجة: كزبرة ناعمة، فلفل اسود، بهارات برجر. وبهارات البرجر دي هتلاقيها موجودة عند اي عطار، او اشتري الباكو اللي هو اللي بيتباع في السوبر ماركت، وخدي منه معلقة كبيرة او معلقة كبيرة كفاية. يبقى بهارات برجر وبهارات فراخ، لو مش موجودة استغني عنها. كزبرة ناعمة، كمون، فلفل اسود، بابريكا، رشة حبهان مطحون لو موجودة. مش موجودة عادي برضو استغني عنها. تمام كده، والملح بتاعنا. طيب علشان ما نتوهش من بعض، انا عملت ايه؟ اخدت البصل والفول الصويا وفرمتهم مع بعض في الكبة، ونزلت عليهم بيضة واحدة. برجر الفراخ انا بحب احط عليه بيضة، انما برجر اللحمة اللي شافه معايا انا كنت حاطة عليه بيكنج باودر، ما حطيتش عليه بيض. تمام كده. حطيت بقى بعد ما اديت البيض مع الفول الصويا مع البصل والثوم فرمة كويس ونعم، حطيت الفراخ وحطيت البهارات والملح، وهفرم كل الحاجات دي في الكبة. فاضل معايا ايه؟ المكون الاخير ده، او اللي قبل الاخير. دي كوباية، نص كوباية من الفيجيتار او البقسماط الناعم. ده بتجيبيه من عند اي عطار او اي سوبر ماركت بالوزن، بتجيبيه بالكيلو، نص كيلو، براحتك زي ما انت عايزه. هاتيه مع المشتريات بتاعتك اللي انت بتجيبيها كل شهر، وخليه عندك في البيت اي وقت بتطلعي وتعملي اي حاجه انت محتاجاها. طيب حطيت كل المكونات على بعض. آه، بصي بقى، انا حطيت، هي نص كوبايه، انا سبت منها في الكوبايه زي ما انت شايفه كده مقدار معلقه. هاحتاجها، أنا هاخدها، أنا في المكونات بتاعتي دي أنا احتجتها وأخدتها. أنتِ ممكن الكوباية، النُص كوباية دي تزيد معاكِ معلقة، تنقص معاكِ معلقة. ده بناءً على إيه؟ على العجينة اللي في إيدِك وأنتِ بتعجنيها، هتحسي بيها محتاجة النُص كوباية كلها، أو محتاجة إن هي كمان معلقة زيادة، أو محتاجة معلقة إن أنتِ تشيلي منها معلقة. ده بيرجع لحجم البيضة اللي أنتِ حطيتيها، يعني هي بيضة كبيرة والّا صغيرة، والبصلة. فالبصلة طبعًا بتنزّل سوايل، فالكمية بتاعة الفيجيتار أو البقسماط دي بتتوقف على إن حجم البيضة أو البصلة اللي إحنا حطيناها.
طب حطيت إيه كمان، اللي أنا المعلقة اللي أنا حطيتها في الآخر دي معلقة من النشا، معلقة كبيرة من النشا دي سواء في برجر اللحمة أو برجر الفراخ أو أي مصنعات لحوم أنا باعملها باحطها، لإن بتعمل تماسك حلو جدًا وما بتخلّيش الحاجة تفُك منِّك وأنتِ بتحمّريها أو بتشويها. طيب بعد كده جِبت هاشكّلها بقى إزاي، لو عندِك المكبس بتاع البرجر شكّلي بيه. مش عندِك وأنا مش عندي، علشان كده باعمل باللي أنتِ شايفاه قدّامِك ده، باجيب غطا أي برطمان وباحط عليه كيس من بتاع التلاجة وباشكِّل عليه، الحجم بتاعه أنتِ اللي بتتحكمي فيه، عايزاه كبير عايزاه صغير، أنا الغطا بتاعي ده كبير، فأنا دايمًا باعمل بيه، سواء كنت عاملة بيه معاكم في برجر اللحمة ودلوقتي في برجر الفراخ، لأن هو الحجم بتاعه بيبقى كبير، ولمّا باجيب كايزر باشتري الكايزر بتاع الفرن برّه أو اللي أنا باعمله في البيت بيبقى كبير وحجم البرجراية بتاعة الغطا ده بتبقى مالية واحدة الكايزر يعني فاهمين قصدي؟ يعني حجمها كبير وكويس بالنسبة للكايزر سواء اللي أنتِ بتشوفيه في الفرن برّه بتبقى مالياه أو اللي أنا باعمله في البيت برضه باعمله نفس الحجم بيبقى كبير، تمام؟ عمل معايا 16 واحدة من البرجر، حجمها كبير وسميكة مش رفيعة ولا حاجة زي ما انت شايفة كده، بصي السمك بتاعها ماهيش رفيع، لا السمك بتاعها حلو. اللي عايزة اقولك المقاس بتاع الطاسة دي اكبر مقاس في اكبر حجم في الطاسات يعني. فبصي انا هحط فيها 4 وحدات، يعني الحجم كبير، حجم البرجراية كبير. وبعدين لو انتم ملاحظين معايا ان الاربعة مش اللي هو يعني مش في الأرضية بتاعة الطاسة، لأ ده طالعين كده شوية على الحراف بتاعة الطاسة، فاهمين قصدي؟ يعني هُم بُصّوا تحسّوا إن هُم مرفوعين كده على الجوانب بتاعة الطاسة، يعني حجمها مش كبير، حجمها مش صغير، حجمها كبير، عفوًا يعني. طيب حطيتها في الطاسة بمعلقة واحدة بس من الزيت، أو عايزة تحطّي زبدة أو سمنة براحتك، بتحطّيها وبتستني عليها لما بتستوي من الناحية دي بتقلبيها على الناحية التانية وخلاص وبتطلعيها. انا ما هعمل الكمية دي بس النهاردة دلوقتي علشان الولاد وهما جايين يعني من المدرسة. هعمل ايه، جبت الكايزر وهحط فيه كاتشب، انا عاملة الكاتشب في البيت، وهحط برجر، هحط شرايح من الطماطم شرايح من الخيار، وهقدمه عندك جز خس، عندك كابوتشا، حطي الحشو ده انت زي ما انت عايزة، انا اديتك الفكرة وبقية الحاجات انت بتحطيها الاضافات بتحطيها انت براحتك. الكاتشب انا عاملاه في البيت، اللون بتاعه الاحمر الزيادة ده انا كنت حاطه له لون من البنجر، يعني كنت حاطه قطعة صغيرة من عصرة كده، قطعة صغيرة من البنجر تعزز اللون، لان الطماطم اللي كانت عندي ما كانتش اللون بتاعها قوي، فانا عملت زودت اللون بتاعها، ما كانش عندي اللي هي الالوان بتاعة الطعام، عزّزت اللون بتاعها بقطعة من البنجر، قطعة صغيّرة يعني، لإن ما كانش كمية الكاتشب اللي أنا كنت عاملاها ما كانتش كبيرة. قدّميه بالطريقة اللي تناسبِك، حُطّي معاها، حمّري معاها بطاطس، اعملي معاها سلطة مخلِّل براحتك، عايزة تحُطّي أنا عملت معاها طماطم وخيار وجزر شرايح. ما لحقتش إن أنا أحمّر معاها بطاطس، لكن أنتِ لو عندِك وقت اعملي بقى براحتك، قدّمي جنبها اللي أنتِ عايزاه. دي طريقة النهاردة في التوفير. عملنا البرجر الموفّر بربع كيلو بس من صدور الفراخ، طلّعت معانا كمية كويسة جدًا من البرجر. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. وعايزة أقول لكم إن إحنا كمان مستمرين، هنفضل مكملين مع بعض في سلسلة فيديوهات التوفير، علشان إن شاء الله نقدر نعمل كل حاجة في البيت بتوفير وبراحة في الوقت وفي كل الميزانيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.